السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أجل صناعة اللبن أيا كان نوع الحليب، ما تأخذ الحليب من ذرع الحيوان مباشرة يدخل للبراد بعد التصفية نتاعو، سواء بالحلب الميكانيكي أو بالحلابة. تصفي عن طريق شاش، ثم تدخل الحليب إلى البراد إلى الثلاجة. درجة الحرارة نتاعو لازم ياخذ صدمة حرارية، يكون دافئ، بعد يبرد. الآن هو بارد حوالي 8 درجات حتى 10 درجات، بعد يخرج إلى درجة حرارة الغرفة. هاو الحليب بعد ما يخرج لدرجة حرارة الغرفة يغطى بشيء أيا كان ذلك الشيء. الإناء، شوف شروط الإناء، يكون مفتوح، ما يكونش إناء ضيق كقنينة مثلا، لأنه هذاك راح يعيق عمل البكتيريا. الشرط الثاني، الشاش اللي تغطي به أو الغطاء ما يكونش محكم الإغلاق، لأنه البكتيريا المسؤولة عن الترويب تدير تبادل الغازات. لازم تخلي الحليب يتنفس، بعبارة أصح البكتيريا الموجودة فيه هي التي تتنفس، تدير تبادل الغازات. ما نحركوهش ونتركوه مدة معينة، نرجعوا ليه بالفحص بواسطة الملعقة. راني نرجعوا ليه إن شاء الله، نشوفوه لما يوصل للروبان الممتاز اللي يمد زبدة ويمد لبن ذو قوام جيد. السلام عليكم. إذا بعد تركوه تقريبا لمدة 15 ساعة أو أكثر، نفحصه في الرايب نعرفوا هل راب بشكل جيد. نعم، هذا هو الرايب الجيد. نعم، هكذا راهو رايب مليح. إذا تركناه حتى انفصلت الخثارة عن المصل يعطينا لبن خفيف. بعد ما نخضو اللبن ونوضعوه يبان فيه الماء. لو نخضوه قبل هذا المرحلة ما يعطيناش زبدة، يعطينا زبدة أقل. الآن الرايب رائع، شكله شكل الزبادي، شوف الياغورت، شوف حتى للأسفل نفس الشيء، للأسفل نفس الشيء. هذا أفضل طريقة للترويب من أجل صنع اللبن والحصول على الزبدة. الآن هنا السر، وأنا نحبكم نعطيكم السر. حليب الماعز جزيئات الدسم صغيرة جدا، لذلك باش نتحصلوا على الزبدة لازم نوضعوه داخل الثلاجة ويبرد بشكل جيد حتى 10 درجات، يصبح درجة الحرارة 10 درجات. الآن راح نوضعوه داخل الفريزر المجمد قبل عملية الخض. السلام عليكم. هذا الرايب بعد ما بردته درجة حرارة تقريبا 10 أو أقل درجة مئوية، وضعته داخل الخضاضة. الآن راح نتحصل على الزبدة وعلى اللبن. نشغلوها إن شاء الله، النتيجة شوفوها مع بعض. ليس كل واحد راح يعطيك السر هذا. كثير من المربين عندهم الحليب ملي ترتفع درجة الحرارة يبدأ الصيف يعانون أن الزبدة تصبح غير موجودة، إما تخرج على شكل رغوة، إما أنه يبقى الزبدة على شكل زيت فوق اللبن ويصعب جمعها. حتى وتضيف لها الماء البارد كمية كبيرة لن تتجمع، لأنه درجة الحرارة نتاع اللبن تكون ساخنة، وحتى اللبن يصبح ماء من كثرة الماء اللي تضيفه. الآن أنا لم أضيف ولا قطرة واحدة من الماء. هاو الدليل، هاي الزبدة. ثاني، إذا خليت الخضاضة تدور وقت أطول راح تكتشف أن الزبدة ستجمعها كلها، راح تجمعها من اللبن، يصبح خالي من الدسم بتاتا. لكن إذا توقفت عند هذا الحد راح يبقى اللبن دسم وذو قوام، يبقى خفن، ما يبقاش فيه الماء كثيرا. هاي الزبدة في فصل الصيف تاع الماس. حتى حليب البقر نفس الطريقة. نضيف لكم معلومة، الناس اللي بقاو معنا يسمعوا للأخير من أجل الاستفادة. إذا كان عندك حليب طازج من الضرع وتضيف له حليب رايب
أو تضعه في إناء فيه رائحة الرائب حتى يفسد، يصبح طعمه لاذعا حامضا. هذا لأن البكتيريا اللي في الرائب تتحول في الحليب الساخن إلى شيء آخر، بكتيريا أخرى، فيصبح فاسدا ممرضا ولا يصلح. لذلك الحليب مع الطازج مع الطازج، الساخن مع الساخن، البارد مع البارد لا يتجانسان. مش الحليب اللي ما يتجانس مع الآخر. البكتيريا اللي عايشة في الساخن لا تستطيع أن تتأقلم في البارد بشكل فجائي. السلام عليكم ورحمة الله. ما زالنا نزيد نجمع الزبدة، ندو اللبن إلى المحل نتاع المزرعة السعيدة. السلام عليكم ورحمة الله.